السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر. يعني بقالنا فترة غايبين. ربنا يا رب ينصر أهل غزة ويرحم شهدائهم ويعدي أزمتهم دي بالنصر ليهم يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. آه موضوع حلقتنا النهاردة، طبعا منتخب مصر حقق المطلوب وفاز على سيراليون 2-0. المنتخب ما قدمش الأداء المطلوب، والشناوي كان نجم المباراة مع تريزيجيه. ولما نقول إن الشناوي كان نجم المباراة هنعرف على طول إن كان عندنا مشاكل في خط ظهر المنتخب. محمد هاني وعلي جبر كانوا عاملين كوارث، وما كانش فيه أي نوع من التفاهم بينهم، وكانت تقريبا كل هجمات منتخب سيراليون من الناحية اللي فيها محمد هاني وعلي جبر. ضيف على كده ان مفيش ولا لاعب من منتخب مصر كان في حالته الطبيعية، باستثناء طبعا محمد الشناوي زي ما قلنا وتريزيجيه صاحب الهدفين. ولكن في النهاية المنتخب حقق المطلوب وفاز رغم الصعوبات اللي كانت بتقابل المنتخب، منها طبعا سوء أرضية الملعب، رطوبة عالية جدا جدا، عدم تأمين المباراة والسفر. كلنا شفنا بعد الماتش الجماهير هجمت ازاي على محمد صلاح، وطبعا مفيش اي نوع من انواع التأمين للعيبة، وعدم حصول اللعيبة على الراحة الكافية خلاهم برضو في حالة اجهاد بدني نوعا ما. كمان ما تنساش اننا طول حياتنا بنعاني من المنتخبات دي، دايما بنعاني منها في بداية كل تصفيات. حتى واحنا بنمتلك منتخب قوي برضو كنا بنعاني. صحيح المباراة دي كان فيها سلبيات، ولكن كمان كان فيها إيجابيات، وإيجابيات كتير. منها إنك أول مرة بتحقق الفوز على منتخب سيراليون، أو أول مرة. اتقابلنا معاه مرتين قبل كده، اتعادلنا معاه مباراة واتهزمنا في مباراة. كمان بعد الفوز على سيراليون بيتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة. ومن المصادفات اللي نتمنى انها تكون فيها الخير ان شاء الله على منتخب مصر، ان في تصفيات 2018 فاز منتخب مصر في اول ماتشين. فاز على الكونغو الديمقراطية 2-1 في اول ماتش في التصفيات، وده طبعا كان خارج ملعبه. وبعدها فاز على غانا 2-0 في مصر. وبعد الفوز في اول ماتشين قدر منتخب مصر انه يتأهل لكأس العالم لعام 2018 في روسيا في نهاية التصفيات. وكان تريزيجيه صاحب الفضل برضو في تأهل منتخب مصر لكأس العالم. وإن شاء الله منتخبنا يقدر يكرر الإنجاز ويوصل لكأس العالم 2026 بعد الفوز في أول ماتشين وتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة. والمهم بقى في الوقت ده إننا نركز في اللي جاي ونحاول نعالج أخطائنا. عندنا بطولة كأس أفريقية في شهر 1، دي طبعا بطولة مهمة جدا. عندنا كمان أولا إحنا لازم نلعب على كأس البطولة. كمان يعني الجيل الحالي ده من اللعيبة لازم يعرف يعني حاجة مهمة جدا، إن اللحظة دي يعني لحد اللحظة اللي إحنا فيها دي هو ما حققش أي حاجة لمنتخب بلده. ولازم يكون عندهم ثقة بالنفس وإصرار وعزيمة أكتر من كده. وده هيجي من خلال دعم الجماهير للمنتخب في الوقت الحالي. يعني لازم الحضور الجماهيري يكون أكتر من كده شوية، ويكون في دعم جماهيري. يعني احنا شفنا في ماتشات الدوري يعني جماهير ما شاء الله يعني. فالمفروض المنتخب يدعم أكتر من كده. ألف مبروك لمنتخب مصر والجماهير مصر، ونتمنى إن القادم يكون أفضل بإذن الله. طبعا
مركز الظهير الايسر في النادي الاهلي من اهم المراكز اللي الاهلي بيحاول دايما يدعمها في الفتره الحاليه، خصوصا طبعا ان في كلام عن اقتراب رحيل معلول، واللاعب عايز يجدد مع الاهلي سنتين والاهلي عايز يجدد سنه، ولكن الاقرب لحد اللحظه دي هو رحيل معلول بنهايه الموسم. وعشان كده خيار الاهلي الاول هو احمد فتوح، ولكن الاهلي ما دخلش في مفاوضات بشكل رسمي مع فتوح، وكل الكلام بيكون عن طريق وسطاء. وانا من وجهة نظري شايفة ان لو الاهلي محتاج احمد فتوح فعلا يدخل في مفاوضات رسمية مع نادي الزمالك. فتوح خلاص مش عايز يجدد للزمالك بعد الاحداث الاخيرة وخصم 25% من مستحقاته وعرضه للبيع، فاللاعب مش عايز يجدد والزمالك عرضه فعلا للبيع. ايه المانع بقى لو الاهلي محتاج احمد فتوح انه يدخل في التفاوض مع الزمالك بشكل رسمي، خصوصا بعد تصريح سمير صلاح وكيل اللاعب على صحيفة اليوم السعودية ان احمد فتوح تلقى عرض رسمي من نادي الاتفاق السعودي من اجل ضمه في يناير، وقال انه هيتم ارسال العرض بشكل رسمي للزمالك خلال ساعات. طيب هل الزمالك خلاص فعلا مش عايز فتوح؟ لا، الزمالك لحد اللحظة دي هو متمسك بأحمد فتوح، ولكن فتوح نفسه مش مرحب بالتجديد للزمالك، وفي حال فشل فتوح في الانتقال لأي نادي هيستمر مع الزمالك ده أكيد لنهاية عقده، والانتقال لأي نادي مجاني من غير ولا مليم. وطبعا خلاص باقي أقل من شهر ونص في عقد فتوح، ومن حق أحمد فتوح التفاوض مع أي نادي. أما بقى بخصوص محمد حمدي فانتقال اللاعب للأهلي الموضوع ده بقى صعب، يعني خصوصا بعد اقتراب محمد حمدي من التجديد لبيراميدز، والموضوع شبه منتهي مع بيراميدز، وبكده هيكون الخيار الوحيد قدام الأهلي هو أحمد فتوح. وزي ما قلنا لو الأهلي في حاجة لفتوح على الإدارة التحرك بشكل أسرع لضم اللاعب. الأهلي هيبدأ مشواره الإفريقي في دور المجموعات يوم السبت الجاي إن شاء الله بمباراة أمام ميدياما الغاني، وغاب عن مران الفريق امبارح طاهر محمد طاهر بدون معرفة الأسباب، وعاد لمران الفريق عمرو السولية يعني عودا حميدا يا عمرو، ألف حمد لله على سلامتك طبعا بعد غياب طويل جدا بسبب الإصابة، بالإضافة لإمام عاشور برضو كان موجود وحسين الشحات اللي هم طبعا كانوا مستبعدين من المنتخب، والأمور كلها تمام داخل النادي الأهلي. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي يوم السبت إن شاء الله وفي البطولة عموما، ونتمنى إن احنا نشوف أداء كويس يعني يرضي الجماهير بقى أو يصالح بيه الجماهير. لحد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو دعمني، دوس لايك واشترك معايا على قناتي على اليوتيوب أو على صفحتي على الفيسبوك، يشرفني وجودك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.